السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم مليحة. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة كاقتراح الحلويات العيد ان شاء الله. راح نشارك معكم هاد الصابلي بريستيج او شوكولا بذوق جوز الهند اللي يجي بزاف بزاف بنين في الشكل وفي المذاق. دونك خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة لباط صابلي نحتاجو فيها 125 غرام مارغرين، 3 ملاعق كبيرة سكر ناعم، لافاني وملعقتين كبار زيت. نخلطو بيان، نضيفو حبة بيض كاملة ونواصلو نخلطو ونزيدو صفار حبة بيض. هنايا راح نضيف ملعقة كبيرة من لاباتا تختيني بذوق جوز الهند، لانه الكاطو تاعنا راح نديروه بذوق جوز الهند. نديرو ملعقة ونخلطو ونلمو بالفرينة حتى نتحصلوا على عجينة اللي تكون طرية و ميم طون متماسكة ترتاح شويه. ونحلوها باتنين اكياس، ما نرقوهاش وما نغلضوهاش. هنايا نطبعوها، وبالنسبه للطابع فقط نحطوه ونرفدو، ما نهزوش باش الصابلي تاعنا يجو كامل حبات كيف كيف بعد ما يطيبوا. نديروهم يطيبوا على فرن يكون ساخن من قبل على 180 درجه، ونعسوهم في الطياب حتى يدونا هذا اللون الذهبي ويكونوا جاهزين. فوالا كامل حبات قد بعضياتهم. اما بالنسبه للحشو راح ندير نفس لاباطا تاختيني اللي درتها في لاباط صابلي، راح نحشي بها هنايا الكاطو. وبالنسبه للوغو نتوما ممكن تعوضوه باي ذوق تفضلوه، يعني ممكن ديروا كراميل ولا حلوى الترك ولا شوكولا تاختيني ولا مكسرات ولا بذوق النسكافيه. دونك هنا حسب الذوق اللي تبغوه ديروا في لاباط، وكذلك ديروا في الحشو. هنايا بعد ما نكمل كامل لي صابلي تاعنا بالحشو، نكلاصيو الشوكولا بالشوكولا بيضاء. في كل 250 غرام شوكولا دائبه نديرو ملعقتين كبار نتاع زيت. دونك هنايا بعد ما كلاصيناهم نخلوهم ينشفوا ونروحو نوجدو التزيين. انا استعملت هذا المول تاع الورده. نديرو كميه تاع الشوكولا ونطلعوها في الكونجيلاتور حوالي 5 دقائق هكاك وتكون واجده. وهذا هو الشكل تاعها بعد ما تنشف الشوكولا. راح نديرو لها تزيين بالناكري دوري، ونلصقوها على الصابلي تاعنا بشويه تاع شوكولا. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. فوالا، تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.